في بداية الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. ومعانا النهاردة ملخص الحلقة الخامسة من مسلسلنا. بتبدأ الحلقة وطليق مي اتصل عليها، ولأنه نفس الاسم ردت على إنه وو التاني وقال لها أنا في سيول فينك. قفلت في وشه أحلى بلوك، وبتستغرب إنه قال لها ما تكلموش تاني وهو بيكلمها. وهو ابن الناس كلمها قال لها لقيت المحفظة بتاعت مامتك، وقالت له بكرة هجيلك الشركة خدها. بعدها بيتقابل مع جدته فبيقول لها انه في ضغط كبير ومش عارف يوفق بين الشغل وحياته الشخصية، وقال لها ما تقلقش على الشركة وتروح تتفسح وتتبسط. قالت له مفيش الكلام ده، وسألته لو عنده صديقة جيدة تستحق الجواز يقدمها، وان الجواز الجيد مهم جدا ليه. وقالت له خد كلامي جد، الكل مركز معاك. قال لها حاضر. الصبح مي خارجة من البيت وبايك بيشوفها وبيقول لها ماشية لوحدك كده ورايحة فين؟ وجوزك فين؟ قالت له انه في شغل من امبارح وما جاش، وبيعرض عليها يوصلها وبتشكره. بعدها بيكون بايك مع الجدة وكانج جوز عمة وو، وبايك بيقول ان المدير ليه كان نفسه يبقى موجود لكن محجوز في المستشفى تعبان، وكان بيعرف ان في تعاون مع متجر بيوتي وهياخدوا منهم منتج هيقدموه هدية للعملاء بتوعهم. ومي بتبعت لوو انها جاية تاخد المحفظة، وبعدها كانج كلمه عشان يحضر الاجتماع، وقال لبايك هتقابل مدير التسويق دلوقتي وده اللي هتتعامل معاه. وهو بيوصل لمكتب الجدة وبيسأل السكرتير مسؤول متجر بيوتي موجود؟ قالت له ايوه. والمعلم قال لها بطنه وجعاني، الحمام فين؟ وعايز يخلع. وراح الحمام ووقف يكلم نفسه ويقول اروح بدري طيب ولا اروح فين انا دلوقتي. ومكتب السكرتارية بيرنوا عليه عايزينه في شغل، قال لهم عندي شوية مسائل كده في الحمام اخلص واجي. بعدها بيقول لنفسه مفيش فايدة لازم اطلع، وكانج شافه ووقفه وسلم على بايك ويعرفوا عليه. بايك عمل نفسه ما يعرفوش ولا اي حاجة كأنهم اول مرة يتقابلوا، وبيكونوا في الاسانسير مع بعض. وهو قال له انت عملت نفسك مش عارفني وكده. قال له انا بفصل بين الشغل والحياة. وبيفكروا انهم غيروا اسمائهم الحقيقية في الاعلان بتاع الجايزة لانهم مش عايزين حد يتعرف عليهم لان عليهم ديون كتير. وهو قال له ممكن اطلب منك معروف؟ بايك قال له سرك في بير ما تقلقش. وبايك بيستغرب ان لبسه منظم رغم انه ما نامش من امبارح ومواصل في الشغل. وهو جي بيكون مش فاهم حاجة وبيفتح الأسانسير. مي بتقول سيد وو جي، ولما شافت بايك قالت حبيبي فينك؟ بايك بيستغرب وبيقول لها انت شغالة هنا كمان ولا ايه؟ قالت له لا، ومش عارفة تقول ايه. وهو قال لا دي جاية تاخد المحفظة، اخدتها منها بالغلط، انت عارف المتجوزين حاجتهم بتبقى مع بعض وكده، وانا خرجت الصبح بدري. مي قالت له انت من امبارح هنا، انت من ضغط الشغل مش فاكر انت كنت هنا من امتى. وبايك بيبص لهم ومش فاهم فيه ايه. بعدها وجي مع مي وقال لها كده هنتقابل معاه كتير، لازم نبقى على تواصل مع بعض دايما عشان ما يبقاش فيه مواقف سخيفة ونبقى معرفين بعض كل حاجة. الأزواج بيتكلموا كتير، خلينا نتكلم 3 مرات في اليوم، ولا أقول لك خليهم 4 مرات نعرف بعض التفاصيل الجديدة عن بعض وكده. وبيستهبل وقال لها المرة الرابعة خليها قبل ما ننام. بعدها ننوس عين امه بتقول له اتقابلت مع بوجيني ولا لسه؟ قال لها قابلهم ليه؟ امه قالت له كنت في هونج كونج بتعمل ايه يعني؟ واخته بتقول له عايز اعمل متجر من بعد جوازك، وده لانها هي وامها طمعانين في فلوس جيني لانها غنيه، وهو بيتعصب ويسيبهم. بيكون لوحده ويفتكر لما قفش جيني مع واحد وقالت له ده خطيبي. قال لها خطيبك وانا طيب؟ قالت له لا انت كيس جوافه عادي. قال لها اختاري بيني وبينه. قالت له طريق السلام انت، وقعد يعيط. وبيفتكر مي وبيشوف صورها وحاسس دلوقتي انه ظلمها، وبيقول انا اسف يا مي. بعدها مي صاحبتها جونج اللي في الجيش بتكلمها وهي في الشغل وبتقابلها في مطعم، والمطعم زحمة، وصاحبة المطعم قالت لها معلش هجيب حد يقعد ياكل معاكم على نفس الترابيزة. وبيكون وو جي وصاحبتها قاعدة تحلم في وشه، جاية اجازة من الجيش بقى والدنيا ناشفة هناك، وبتعرف انه صاحب مي وقال لها انا عارف بعض التفاصيل عنك من مي، وبتكون منشكحة اوي انه عارفها. بعدها جونج بتقول له عينك زي عينه بالظبط. قال لها مين ده؟ قالت له حبيبي الاول، وكانت دماغه مدورة وصغيرة زيك كده. قال لها وراح فين ده دلوقتي؟ قالت له ترهبا وحلق قرعة خلاص، وشرب معايا هنا كاس الوداع قبل ما يمشي. وقالت برضو ان مي كانت في الابتدائي كان حبها الاول واحد مسمينه ابو قفا. وقالت كمان ادته الدبدوب بتاعها بعد حادثة عربية. ومي قالت كنا مسميينه ابو قفا لان قفاه كان لطيف ودماغه مدورة كده بتبقى مغرية تمسكها. وجي قال لها فاكراه؟ قالت له لو اتقابلت فيه مرة تانية هعرفه. وقالت انه جميل ونوعها المفضل. وجي بيكون مبسوط جدا. بعدها جونج قالت لوجي شكرا على الحساب والمرة الجاية هعزمك على خمرة، وبتديله هدية وجايبة لمي صبارة هدية. كيم قال لها ما تقعديش عليها بقى، وتفتكر لما قعدت على الصبارة قبل كده في أول مرة اتقابلت معاه.
بعدها ووجي بيكون مبسوط من كلام مي عنه وإن حبها الأول من الطفولة، وليه في المستشفى بيستعبط لحد لما يخلصوا المشكلة بتاعته. وجين قالت له أنت كويس مفيش حاجة. قال لها معدتي بتوجعني، بتضغط عليها وبيزمر. قالت له شغالة اهو مفيش حاجة. بعدها بتكون جين مع ووجي والنهارده المفروض هتعترف له. قال لها ايه الشياكه دي، انت جايه من موعد مدبر ولا ايه؟ وقال لها جدتي قالت لي اعزمك هنا وعرفت انك بتتابعي معاها وكده. وجين بتكون مبسوطه من ده. وبعدها بيكلمها عن حبيبها السابق. قالت له خلاص انتهينا منه. وكلمته عن حبيبته القديمه وكل شويه كانت بتشتكي منه، وبسبب كلامها عنه جدته بتقلق تظبط له مواعيد مع بنات للجواز. وجين قالت له مش محتاج تحتار وتدور، ممكن يكون الشخص قدامك اصلا. وبتكون متوتره والموسيقى تخلص وهو بيسقف مع الناس. بعدها بيبص لها وبيقول لها كنت بتبص على قفايا ولا ايه؟ قالت له ليه؟ قال لها في واحده قالت لي قفاك حلو، شافته من زمان ولسه فاكراه. قالت له انت اتقابلت مع حبك الاول ولا ايه؟ قال لها ايوه. تعرفي مين؟ قالت له البنت الصباره. قال لها ايوه. قالت له عرفت انت مين؟ قال لها لا لسه، انا اللي عرفتها. وقال انه دور عليها ويفتكر لما وصل لحد بيتها ووقف قدام البيت وسمع مامتها بتتكلم انه باباها راح قال اقوال في الحادثة، وبعدها باسبوعين مات في حادثة برضه. وكانت الست متضايقة جدا وقالت العيلة دي هتقدر الاقوال اللي راح قالها للشرطة تاني. وبتقول لنفسها ايه اللي يخليه يروح يقول حاجات يفتكرها، ما كانش هيموت دلوقتي. بعدها ووجي بيقول لها عرفها بنفسه ولا ايه؟ جين بكل خبث قالت له لا، ابوها مات بسببك. في المستشفى ليه بيهزق بايك وغيران انه ظهر في الصحافة وقت ما هو مستخبي في المستشفى. وجين بعدها بتقول انا قلت الكلمة ما يعرفهاش بنفسه ليه. وبعدها بتكون بتعزف على بيانو في مكان وتفتكر لما كانت بتعزف وهي صغيرة ومعاها ووجي، وبايك بيكون شايفها من بعيد. بعدها بنكون في ذكرى وفاة ابو وام ووجي، وده كان يوم عيد ميلاده. وسو بيقول لأمه تعمل عيد ميلاد ليه، وقال الواحد اللي بيعيش من غير أب وأم مفيش حد بيهتم بيه. عمته قالت أبوه مات بسببه ولما بيجي بتسكت. وبعدها جدته بتفتكر لما قالت له مش هتشوف أبوك تاني، قول له اللي انت عايزه. وقال أنا آسف كانت غلطتي. وقت الحادثة بابا بيقول له هجيب لك هدية إنسان آلي، وكان ووجي متضايق إن أونج سو أخد لعبة منه وبيشتمه. وبابا اتعصب وقال له عيب كده بتشتم قريبك ليه؟ وكان وقتها بيبص له مش مركز في الطريق، وكان هيخبط في عربية نقل واتفاداها ووقع من على كوبري. جدته قالت له بعدها انت قصدك ان الحادثة دي بسبب كلامك مع باباك؟ وجده اتعصب وقال له انا فقدت ابني بسببك. بعدها كانجي بيفتكر وقت الحادثة حد كان هناك وبعت رسالة ليه قال له أنا اعتنيت بالأمر. بعدها ووجي بيكون متضايق إنه سبب في حزن العيلة. ومي بتبعت له عيد ميلادك النهاردة ولا إيه؟ أبعت لك كيكة ولا إيه رأيك في وجبة منزلية أفضل؟ وحست إنها بتعكسه كده واتحرجت. قال لها أنا في الطريق وجايلك. وبتكون بتعمل أكل وبتكلم مامتها عشان تعرفها الوصفات. بتكون مامتها عندها فضول تعرف بتعمل الأكل ده كله لمين. قالت لها قررت اطبخ لنفسي عادي واقفلي بقى عشان اكمل. وامها بتقول اتمنى يكون عريس يا بنت الهبله. بعدها بيجي ووجي وبتكون عامله اكل كتير وبقول لها انت ليه مهتميه بعيد ميلادي كده؟ انا اهلي مفيش حد فيهم مهتم بعيد ميلادي زيك. وقال ده لان في نفس اليوم مات ابوه وامه بسببه. وامي بتهون عليه وقالت له الدنيا بيحصل فيها كتير والسنه 365 يوم اصلا، احتفل براحتك في اي يوم فيهم. وبعدها بتشوف قوس قزح وبتنده عليه وقالت له لما تشوفه اتمنى أمنية وهتتحقق. بيكون فاكرها بتهزر بس بتتكلم بجد عادي وبيقفوا يتمنوا أمنية. بعدها قال لها تمنيتي ايه؟ قالت انها اتمنت تنجح في شغلها وفي حياتها وان امها ما تتعبش وتفضل كويسة. وعايزة تعرف هو اتمنى ايه مش راضي يقول لها. وقال لنفسه انا تمنيت امنياتها تتحقق. في نفس الوقت ووجي طليقها بيكون في نفس الحي ولسه مي بتحاول تعرف منه هو اتمنى ايه وهو مش راضي يقول لها وتتكعبل في خرطوم وهتقع على حقها. وبيقرب منها وطليقها وصل وبيبص عليهم. ويخلص الملخص. في نهاية الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ومستني رأيكم عن الحلقة في التعليقات. سلام.